فاكر في الريل اللي فات لما قلت لك انك بتظهر قدام ناس كتير بس محدش منهم مهتم، صح؟ طيب تعالى اقول لك بقى المصيبه الاكبر. ايه رايك بقى في الفيديو اللي بيطلع لك كل شويه وانت ذات نفسك تيجي تقول يا عم خلاص هو انت كل شويه هتطلع لي؟ اهو ده بقى بالظبط الامبريشن، واللي في الحقيقه ممكن يكون اسوأ بكتير من الريتش لو مش فاهم هو بيعمل ايه وبيجي ازاي. تعالى بقى اوضح لك. الامبريشن ببساطه هو عدد المرات اللي المحتوى بتاعك اتعرض فيها على شخص واحد. يعني ببساطه لو انت الريتش بتاعك 10000 والامبريشن بتاعك 100000، يعني انت متوسط عدد المشاهده للشخص الواحد اولموست 10 مرات. طيب وهل الانستجرام اصلا فيه امبريشن؟ الانستجرام كان فيه امبريشن لحد وقت قريب، وبعد كده انستجرام عمل ابديت وبدلها وخلاها كلمه فيوز. اما في الاعلانات هي لسه اسمها امبريشن. طيب ولما انا عدد الامبريشن يزيد عندي، طب ده هل حلو ولا وحش؟ ده بقى بيبقى على حسب. لو المحتوى بتاعك قوي جدا والناس بتقعد تتفرج عليه وبالذات على اول 3 ثواني، المنصه اوتوماتيك هتبدا تعمل له ريكومنديشن وتظهره لعدد ناس اكبر مهتمين بنفس الكونتنت اللي في الفيديو. اما بقى المشكله الاكبر لو كان الكونتنت بتاعك ما فيهوش هوك قوي او عاجب الناس في البدايه، ساعتها اوتوماتيك برضو البلاتفورم هتبدا تعمل ريكومنديشن لنفس الفيديو اللي هو مش عاجب الناس مره واثنين وثلاثه لحد ما يتاكد ان الفيديو ده ديد، وساعتها هيطلع بره من دايره الريكومنديشن والاكسبلور بتاعت الالجوريزم. فمن الاخر بقى الالجوريزم هتقول له اركن انت حبه كده. طيب هو الامبريشن بس بيشتغل على الاورجانيك كونتنت؟ لا، الامبريشن من اهم الحاجات اللي لسه بيتحاسب بيها لحد النهارده في السوشيال ميديا كامبينز، واحنا بنقول عليه اسم CPM اللي هو الكوست بير امبريشن، وده اهم مترك السوشيال ميديا ادز بتشتغل عليه لحد النهارده. لان بكل بساطه الشركات الكبيره لما بتيجي تعمل كامبينز هي بتراهن على التكرار. يعني ايه التكرار؟ يعني بتخليك تشوف الاد اكتر من 10 15 مره، وده احنا بنسميه فريكوينسي، علشان يخلقوا عندك انترست او نيد تخليك تتاثر بالبرودكت ده او بالسيرفيس دي حتى لو انت ما كنتش مهتم بيها دلوقتي، بس تخلق عندك البوتنشال ان انت لازم تشتري السيرفيس دي او الاوفر ده هينتهي يوم كذا، فيفضل يزن عليك لحد لما انت تغير سلوكك او البيهيفير بتاعك في ان انت تاخد اكشن على السيرفيس دي او على البرودكت ده. بس خد بالك مش التكرار هو اللي بيبيع، التكرار اصلا ممكن يضرك ويخليك تقيل على العملاء بتاعتك او على الناس اللي بتتابعك، كأن الاعلان بيطاردك بتشوفه في كل حته، وده بيسبب انزعاج للاودينس اللي موجود عندك. اما الحاجه الوحيده اللي هتفرق معاك وهو الانجيجمنت، وده موضوع الريل اللي جاي واللي هيفرق معاك ويغير موازين اللعبه كلها. انا حامد حافظ، ما تنساش تعمل لي فولو لايك وتعمل سيف للفيديو عشان اللي جاي هيغير مفهومك تماما عن السوشيال ميديا.